بما يخص قضايا قتل النساء وتعدد الزوجات، حملات توعية بما يخص الابتزاز الإلكتروني والتحرش، تدريبات مفتوحة ضمن المراكز عن قوانين الأسرة للنساء والرجال والزيارات والاجتماعات، لجنة طوعية ضمن الكومينات للتوعية بما يخص قضايا الابتزاز الإلكتروني وتعدد الزوجات، قتل النساء والمخدرات، تعديل قوانين الأسرة خاصة قانون تعدد الزوجات من زيادة الغرامة المالية ومدة السجن. يجب أن تحضر منظمة سارة لتحقيق في النيابة بما يخص جرائم قتل النساء، حملات إعلامية لقتل النساء وتحويل القضية لقضية رأي عام. دور الإعلام مهم في التوعية وتسليط الضوء على قضايا النساء، تفعيل خط ساخن وسريع لقضايا المرأة وخط سريع وساخن وآمن لتلقي القضايا الجزائية. حملات ضمن المدارس بما يخص قضايا الابتزاز الإلكتروني، مراكز تدريب وتأهيل النساء اللواتي ليس لديهن معين، حملة توعية ضمن السجون للنساء وخاصة قلنا التوعية الأخلاقية، محاسبة الطرفين الرجل والمرأة عن قضايا الخيانة الزوجية، عدم محاسبة الفتيات اللواتي يدافعن عن أنفسهن أو شرفهن وتخفيف مدة العقوبة، تفعيل الكومينات وخاصة كومينات المرأة بالتنسيق مع جينولوجي، نشر برنامج على الإعلام بشكل أسبوعي بما يخص قضايا الابتزاز الإلكتروني. يعني بصراحة دور الإعلام كثير مهم. على جميع النساء حماية أنفسهن بفكر وفلسفة القائد، وتوعية الرجال بما يخص قوانين الأسرة وفكر القائد. كافة المؤسسات مسؤولة عن تطبيق القوانين والتعاون بينهم. المطالبة بتعديل القانون الجزائي، كمان توعية الجيل الجديد بما يخص الابتزاز الإلكتروني، تعيين قاضي في منطقة تل حميس لمتابعة القضايا الشرعية ووجود محكمة في تل حميس لعدم وجود محكمة في تل حميس، تفعيل مخبر جنائي بما يخص القضايا الجنائية، التركيز على العوائل من أجل توعية أولادهم القصر، مسيرات من أجل التنديد بقضايا العنف وقضايا قتل النساء، تفعيل الحماية الجوهرية ليلا للوقوف على بعض القضايا اللا أخلاقية. زنجان آزادی، زنجان آزادی، بسروب جیان ناب، بسروب جیان ناب.